على الحرة القاسمي والهدف الأول. القاسمي والهدف الأول لفائدة المنتخب الغيني. جاء في وقت صعب للغاية من ضربة حرة مباشرة. هنا فاجأت الكرة الحارس علاء بن عروش، وبالتالي النتيجة تتغير. غينيا اللي استحوذت على وسط الميدان. غينيا هنا حضرت الفعالية من كرة ثابتة. يتمكن إذا المنتخب الغيني من تسجيل عن طريق القاسمي من ضربة حرة مباشرة سددت بقوة. طبعا سنشاهد الإعادة. من يتحمل المسؤولية في الكرة الماضية؟ هنا الإعادة. حارس المرمى، الجدار حارس المرمى، لكن هنا التقدير لم يكن جيد من حارسي المرمى في التصدي للكرة. الكرة ضربت في الأرض، كانت قوية، وضربت في الأرض هذه تكون صعبة على الحراس. لم يقدرها بشكل جيد حارس المرمى علاء بن عروش، وبالتالي 1-0. هذه النتيجة ستصعب كثيرا من مهمة المنتخب المغربي في دقائق الجولة الثانية. يا له من سيناريو صعب. الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة، موسم ولا أروع.